المركب الملكي للفروسية دار السلام بالرباط، ووصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، حيث كان في مقدمة مستقبله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، حيث استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوة المساعدة أدت لسموه التحية الرسمية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموه كل من محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، حسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وشخصيات سامية أخرى. جائزة الحسن الثاني في فنون الفروسية التقليدية بوردة بطولة المغرب موسم 2026 عرفت منافساتها التأهيلية مشاركة 18 سربة من فئة الكبار و6 سربات من فئة الشبان تأهلت بدورها بعد مسابقات إقليمية ومسابقة بين الأقاليم. الله يبارك فيك. وطرحوا المباريات النهائية عرفت تأهل 10 سربات من فئة الكبار و5 سربات من فئة الشبان، وجرت في أجواء جمعت بين قوة الأداء ودقة التنسيق، وعكست عمق الارتباط بالموروث الثقافي المغربي الأصيل. وتعد الطبوردة من أعرق الفنون التراثية المغربية وأكثرها تجسيدا للهوية الثقافية الوطنية، إذ تمثل امتدادا لذاكرة جماعية ضاربة في عمق التاريخ المغربي. في المباريات النهائية تألقت سربة المقدم محمد أمين تلهوني عن جهة الدار البيضاء سطات واستحقت الرتبة الأولى، وحلت سربة المقدم عبد الهادي الحلوى عن جهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثانية، فيما كانت الرتبة الثالثة من نصيب سربة المقدم المهدي أنجار عن جهة مراكش آسفي، وقدمت جميعها أداء مبهرا ولوحات فنية تراثية حية مزجت بين الأصالة والمهارة والانسجام الفائق بين الفارس والفرس. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس مراسم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوردة. في فئة الكبار كانت الريادة لسربة المقدم محمد أمين تلهوني جهة الدار البيضاء سطات، وعادت الرتبة الثانية لسربة المقدم عبد الهادي الحلوى جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما حازت سربة المقدم المهدي أنجار عن جهة مراكش آسفي الرتبة الثالثة. كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجوائز الخاصة بفئة الشبان، حيث عادت الرتبة الأولى لسربة المقدم بدر زريزع جهة الدار البيضاء سطات، والرتبة الثانية لسربة المقدم بدر الدين الخالدي عن جهة مراكش آسفي، فيما عادت الرتبة الثالثة لسربة المقدم حسام الكزومي عن جهة قلميم ودنون. إثر ذلك أخذت لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صورة تذكارية مع مقدم السربات المتوجة في النهائي قبل أن يغادر سموه المركب الملكي للفروسية دار السلام بالرباط في ختام منافسات جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوردة، والتي جرت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوردة دورة بعد أخرى
تؤكد قدرة هذا الفن التراثي الأصيل على الجمع بين التنافس الرياضي والحفاظ على الذاكرة الثقافية الوطنية، وبين قوة الأداء وجمالية العروض وشغف الجماهير. تواصل التبوريدة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز رموز الهوية المغربية ورافعة حقيقية لتثمين الموروث الحضاري للمملكة وإشعاعه داخل المغرب وخارجه.